السلام عليكم، راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وكما تشوفوا اليوم مقروض تقليدي سلطان المائده. شوفوا ما شاء الله. نبداو على بركه الله. عفوا، لهنا عندي زوج زبده عبال، درت انا زوج هكا بلاط صغير برك ماشي كبير. كي قلت قصدي بلاط صغير تاع، شافوا درتها نذوبها على النار. النار تكون متوسطه باش ما تحرقلناش الزبده ونخليوها تبرد. لهنا رحت الدقيق تاعي انا درت هذا كنزه مليح. شوفوا التبساس اللي حابه دير المقراض ولا تريده تاع الطاجين براج، هذا هو. انا دوك بربي ان شاء الله طول به ندير كيما تشوفوا. الكيله تكون ممسوحه قد 3 كيلات. شوفوا قلت لكم 3 كيلات دقيق بكيله إدام. هم 3 كيلات وتعاود لي باك النقطة. شوفوا من 3 كيلات بكيلة إدام. الا هنا درت حفرة كما تشوفوا في النص، ونجيب الزبدة تاعي اللي دابت نخليوها تركح حتى قلت لكم يركح الماء تاع الزبدة هذاك فيها. شوفوا نكب غير بالعقل خاطر ماشاو كاين الماء لتحتها. ندير كيله كما تشوفوا ماهيش معمره. شوف وهذاك راهو ما نطيشوش ثاني دوك نبل بيه. رحت جبت الزيت حتى تسيح لي حتى يتفيض. شوفوا فاضت تيساحت من هيك برك طنك شويه معوجه. قلت لكم ما بين الزيت والزبده درت شويه برك الزيت حتى تفاضت لي ونبدا نبسسها. شوفوا مليح مليح. نبسسها قلت لكم مليح مليح. ندخلها في بعضها كما تشوفوا فيا ونخليها ترتاح. انا كنت حنديرها في الليل، قلت درتها عشيه وقلت في الليل بربي ان شاء الله نديرها. ساعتك غلبت والله غلبت، خليتها الغدوه ان شاء الله. كما نقول حنا بسستها كما شفتوني مليح وخليتها باتت الليله بكل ما عنده ما يصير لها. وني قاعده نهضر كما نقول حنا المبتدئين. شوفوا بسستها مليح مليح. نحك الدقيق مع الزبده مليح 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 حتى تبس. وقلت لكم نغطيها ونخليها. خليتها بات الليله بكل باش خدمتها. غطيتها وخليتها. غطيتها بتاع شي كيما هكا وزدت لها هكا صرفيطه كبيره. الا هنا الماء هذاك اللي بقى لي تاع الزبده ها هو كيلتو وحندير كيله ماء من نفس البلاط اللي كيلت به دقيق والزبده. خليتها دفات شويه برك ماشي سخن، دفات شويه برك ودرت لها عطر ما زهر واحد الريحه ما نحكي لكمش. نخلطها باش يتخلط المكونات في بعضهم. ولا هنا شوفوا بعد ما بات ليله بكل شوفوا ما شاء الله تبسس روعه. شوفوا زدت هاك دخلت كما نقولوا في بعضها مليح. زدت بسستها كما نقولوا حنا حليت الدقيق داك مليح 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 كما تشوفوا. ومن بعد جبت الملح قيست الكميه اللي نحتاجها عيني ميزاني وبديت نبل. الا هنا البله الاولى درت بليت حتى نتحصل على عجينه طريه وما نبداش نخدم فيها طول. لا نخليها تزيد تركح شويه واحد ربع ساعه نشوفها اسكب. مازالت كيما نقولوا حنا مازالت تحتاج الماء. لقيتها لا اله الا الله محمد رسول الله نشفت شربت نزيدها الماء ما شربتش نخليها. شوفوا لهنا كيف تحصلت على العجينه راهي طريه والماء مازال لي شويه.
نلمها هكا على بعضها كما تشوفوا ونخليها تشرب. نغطيها ونخليها بتركب. من بعد ما ركحت لك نقولوا حنا ربع ساعة عفوا. شوفوا كيفاش شربت. نزيد نحلها هكا على بعضها كما شفتوني ونكمل لها الماء هذاك اللي بقى. جاتني كيلة قد تاع ماء. عندها 3 كيلات دقيق ممسوحين، كيلة يدام نعمرو كما نقولوا حنا البلا تاعنا بالزبده. تبقى لي شويه نزيدها مع الزيت ونزيد لها كيلة تاع ماء. بصح الكيلة ما نحطهاش بكل، نحطو كميه ونخليوها تشرب. شربت حتى تحصلوا على عجينه طريه. نلقاها شربت قلت لكم اللهم بارك. هاني نزيد لها الماء داك اللي بقات. ما شربتش غنخليها. لهنا رحت جبت العجينه تاعي درت حربوش. مع الحربوش تاعي تاع الغرس كنت نقيته كنت داويت كما نقولوا حنا. راهو في القناه تاعي، ادخلوا القناه دوك تلقاو الغرس. حكمت كما تشوفوا درت حربوش تاع الغرس عفوا. وبديت حطيته في نص العجينه ودرت حربوش كبير كما شفتوني. الطريقه راهي واضحه. شوفوا نزيد نعدل الحربوش تاعي مليح ونقسموه على 2 عفوا. انا لهنا الرخامه تاعي صغيره كون راني درت الحربوش هذا بكل قسمته على 2 باش تجيني قد ونبدا نطبخ فيه. نعدل الحربوش تاعي مليح، ما نديروش خشين بزاف وما نديروش رقيق بزاف. شوفوا نطبع انا الطابع عندي هذا تاع الريشه. نطبع نتكي عليه مليح باش تخرج ليا الرشمه تاعو ونبدا نقص ونعدل فيه تخرج ما شاء الله. شوفوا الله يبارك. هذه الاولى. شوفوا نعدلهم هكا كما شفتوني. نحط الموس من تحت نحلهم على بعضهم كما تشوفوا ونهز بالموس ونعدل الحواشي. سهله. احنا بك نخافوا منه. نبداو نحطو في البلاط تاعي. شوفوا نغطيو الغرس لازم مليح ما بين الحبه والحبه باش ما يتحرقناش الغرس. وشنو من بعد شويه الحاشيه على بعضاهم باش يطيبوا لي الجوان تاعهم. دوك تشوفوا كيفاش نفهم. شوف ما نحشرهمش بزاف خاطر ماكش انا جربت البلاط الاول كي حشرته بزاف الحاشيه شويه ما طابتليش. لهنا شوفوا الفراغات ما بين الحبه والحبه باش يطيبوا لي. وشنو نغطيو برك مليح الغرس تاعنا. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. نحطو يطيب من لهنا الطيابه تاعو. انا نقص في الكوشه خلاص طلعتها الفوق وشعلت من التحت حتى لقيتو طاب. درت العكس هبطته خلاص لتحت وشعلت من الفوق ودليت عليه النار. شوفوا كيفاش جا بكل كي بعضاه. شوفوا ما شاء الله مبسس مداوي. انا وشنو انا تبلي جاتني فيه ريحه مش القرفه الطيب. انا ما نسيش الطيب جاني شويه برك فيه ريحه الطيب شويه قاويه بصح معليش. شوفوا كيفاش جا. كون زاد طيبته في الكوشه يجي ما شاء الله. شوفوا هذه هي الكميه اللي خرجت لي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وفي الملتقى ان شاء الله.